تحليلي للشيلات. عنا بهذا المقطع 3 شيلات خارقات حارقات من قاع الديسك الأحمر، وراح نشوف توزيع عادل بين شو فهمت من شيلة كاملة وشو ما فهمت، ونشوف ماجد الرسلاني كيف بدعو للعنصرية بشيلته. نبلش بأول شيلة. فاموس ليتس جو. ولا أسهل وأوضح من هيك. سرها يا هاجسي فوق من العلياء شمال، يعني واضحة، فيش أي مجال، واضحة وضوح الشمس. بس بدي أكتبها عشان أفرجيكم شو راح يطلع معاي. هاي حطيت لكم 3 نقاط بين المقطع الأول والمقطع الثاني عشان إنه شعر. عيشوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. في المجامع الوفا لا تميل ولا تحيد. أنا هيك سمعت، أنا ما بعرف. في المجامع الوفا لا تميل ولا تحيد، يعني المجمع عرفتوا المنجنيق. في المجامع الوفا يمين المنجنيق في غدر وشمال المنجنيق في خيانة، فطول ما هو في النص بس بضرب وفا 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 بس. لو سمحتوا محدش يضحك علي، انا هذا المقطع صرت عايده 5000 مرة. انا هيك سامع. يا سلام الله يا ابو فيصل الحر القطار. يعني كيف حر وقطار؟ يعني انا مش فاهم كيف حر مع قطار يعني. يا سلام الله يا ابو فيصل الحر القطار. والله اللي اكتبها انا هيك طلعت معي. نضل نعيد. هاي سهلة واضحة وضوح الشمس. انت وافي وابني وافي والك شرح بعيد. ده الشطارة واضحة. المقطع هذا لا أخفيكم عدته 5000 مرة. أنا هاي الشيلة بموت فيها. غزاي ولد سحاب. هاي الشيلة كم جايبيت لك؟ 8.9 مليون. أنا الثمانية وال900 ألف باقي الشعوب. أنا ال8 مليون. أنا في السيارة وأنا أكل وأنا أشرب وأنا نايم في كل مكان في كل مكان. هذا المقطع أنا سمعته 5000 مرة. شو بقول هو؟ شو بقول؟ يا صنادي من العرب يا مقرقص الظلام. هيك هو بقول. أنا ما بعرف. يا صنادي من العرب يا مقرقص الظلام. مقرقص. اقسم بالله انه هاي مسبة، يعني الحماس اللي بيعطيك اياه يعني مبينة مسبة، مبينة ما فيش مجال. يعني اقول لكم عشان اثبت لكم انها مسبة، هيني وانا معكم لايف صدقوني اللي هسه امسك التلفون وارن على واحد من اصحابي واحكي له انت مقرقص، بدي اشوف شو بده يحكي لي. بس هيك بدي اشوف شو بده يحكي لي. يا محترم، يا زلمة بتفصل بوجهي قاعد يعني. عندك طفل. انا طفيت. اه، يلا حقك علي. اسمع، قول. انت بني ادم مقرقص. انا ومج... وانت نشوف شو جيميناي بيحكي. يا زلمة مقرقس هذه كلمة بدوية خليجية قح، وإذا نزلت في شيء بدك تشرح لي قصة حياتك. الشد والربط القوي. لما يقول عن حبل أو قيد إنه مقرقص، يعني تزبطش على المعنى. صوت الخشخشة أو القرقعة أحيانا بتيجي بوصف السلاح أو الحديد لما يعني ممكن. التأهب والجاهزية تطلق على الشخص أو الذئب المقرقس اللي بيكون بكامل وعيه، عيونه مفتحة ومتأهب للهجوم أو الحذر. هذه ذئب يه ويهجم في الظلام. واحتزم ربعك حزامك وحي من حزام وانت. هاي قصة واحتزم ربعك حزامك وحي من حزام. هاي في إلها قصة مرتبة، هسه كمان شوي بشرح لكم إياها، بس انتوا ضلكم بتذكرين شغلة الحزام ما عليكم. هاي المقطع 3 مليار مرة عدته، 3 مليار مرة. ها بس وما فهمتش المقطع. فهمت بس كمل شو المقطع. هسه انا بديش احكي انا بدي اكتب بس. والقبيلة ياسمين هو شخص نافي لهاسي من حزام. ما بعرف هسه انتوا بتفهموا شو القصة. انا هيك يعني اللي طلع معي.
يا شديد البأس وأبوك ذو بأس شديد. هاي يعني واضحة، بس يعني تركز شوي تعيد المقطع مرتين ثلاث بيطلع معك كل شيء. بأس شديد، ذو بأس يعني صاحب البأس. أستاذ العربي الله لا يسامحك على الموقف اللي عملته فيه، لحد هسه مش مسامحك، بس هيني متذكر حصصك من السابع جيم لحد هسه متذكر. ذو بأس يعني صاحب البأس. هسا شو قصة ياس ولهاسي؟ هسا ياس ولهاسي هذول فخدين بنفس القبيلة. أبوه لياس كان شيخ العرب، ولما توفى بالعصور الوسطى صارت حرب بين الفخدين على المشيخة. بس لهاسي كان مشم مو كفو، يعني الزلمة مو بزيادة سود الله وجهه. ياس زقرت الكفو نفاه هو فخده برا الحزام ومنعهم يقربوا على الحزام. هسا لهاسي ممنوع يقرب على الحزام، إذا قرب على الحزام ياس بفرش أبوه بلعن أبو جده. هسا هاي القصة 100% صح، خذوها مني، 100% صح. هيلا هيلا لا هيلا هيلا هي هيلا يا بحارة هي هيلا 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 يا بحارة هي. لك شو قصة قبيلة ياس ولهاسي؟ ولك يا حمار، أنا حمار يا ابن الحرام؟ ما في لا ياس ولا لهاسي بالشيلة كلها. سري من هون أنت وقبيلتك الفايكنج اللي مخترعها ابن الحرام. حلو، روحت. يعني أنا بجوز خربطت شوي أول الشيلة، يعني كلمة كلمتين تردوش عليه هذا المعتوه بفهمش. يعني كل السياق بحكي إنه قصتي هاي 100% صح. هسا لما يكمل بتشوفوا إنه 100% صح يعني. يا ابن الحرام بدك تطلعني أهبل مع المتابعين؟ هيو بحكي في الشيلة من طناخة راس كرقع على سحب غمام، وإن عطاه كفين كم من شقي يصبح سعيد. يعني قصتي 100% صح يا ابن الحرام. سري من هون وقعد عاقل وروح اسمع الشيلة بسماعات نظيفة، اقلب وجهك وهات اللي بعده ذا فيك حيل. مش عارف، أنا بقول نخلص الشيلة هان وننتقل للشيلة الثانية، بس قبل ما نروح على الشيلة الثانية أنا بدي أناشد غزاي ولد سحاب الغالي دواس العتمة، مشان الله من متابع من 11 سنة، مشان الله نزل لايرز على الأغنية، حط لايرز على الشيلة. يعني إذا بتقرأ في التعليقات فيش حدا فاهم، جيميناي مش فاهم، المغرب العربي كلهم مش فاهمين، السعوديين نفسهم في التعليقات تحت خاشين في بعض فيش حدا فاهم، مشان الله أطنب عليك أبوس عراسك نزلنا لايرز. لسه ما شفتوا اشي، الشيء الثاني ان شاء الله خير، ما عليكم. اهلا وسهلا. طبعا هاي الشيلة انا مش فاهم منها ولا حرف، ولا اي حرف فاهم منها من اولها لاخرها، ولا اشي فاهم. بس تقييم هاي الشيلة بالنسبة الي، هاي تقييمها 1000/10، مليون على 10، مليار على 10. هاي الشيلة هي اللي بتسكر العداد، يعني هاي اذا بتحطها هي اللي بتسكر لك العداد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ركزوا لي بهالشيل منيح شو بقول. سمعتوا؟ أهل النقا وأهل الصفة احذر بالاستعانة بماجد الرسلاني بشيلة بتحكي عن الجيش السعودي. علي الطلاق إنه هذا الحكي صحيح. بدهم يبيدوا بني نقز عن بكرة أبيهم، وبأي لحظة بيهجموا عليكم. أي واحد نقا بالسعودية كاملة يأخذ العيال ويهرب لأقرب بلد جنبه قبل ما تصير الإبادة. علي الطلاق إني صادق بالطلاق، أبوي رباني على الصدق. يلا سري من هون. السلام عليكم. وعليكم السلام.